طيب بيقول انا عملت ذنوب كتير ومش عملت واحده عملت ذنوب كتير ومش قادره تنساها، وبيضيق صدرها لما بتفتكرها، عايزه تشوف تعمل ايه عشان خاطر ربنا يسامحها. كون الإنسان يتذكر الذنب مفيش فيها مشكلة. ولكن متى تكون المشكلة؟ عندما يتذكر الذنب ويصاب باليأس والإحباط بأن الله لن يغفر له هذا الذنب. هنا نقول بقى خطأ كبير. أتذكر الذنب أستغفر وأعلم بأن الله أكبر وأعظم والله يغفر بإذن الله. أما أن أنا أتذكر وأصاب بيأس بأن الله لن يغفر، هذا هو الخطأ. طبعا. يبقى تذكر الذنب قد يكون يسبب مرض اليأس والقنوط من رحمة الله، هذا خطأ. أما أن أتذكر الذنب لأستغفر، لأتصدق، لأن أنا أفتكر رحمة ربنا بي الحمد لله أن أنا تبت، هذا لا شيء فيه. طيب هي تعمل إيه علشان خاطر تحس أن ربنا سبحانه وتعالى قبل؟ بلاش تحط الذنب قدامها علشان ما يجيش في دماغها أن الحمد لله أو إن بعد ما تاب عليها مش هيقبلها. لا، ما تحطش في دماغها ده أبدا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ولو ملأ بين السماء والأرض ذنوبا، طالما أنه تاب وأخلص في التوبة يغفر الله له. ربنا يتقبل. نعم.